لا لا، مش هرد على ده خالص. لا 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 لا. لا مستحيل. ما يعرفوش شخصيتي، مش عايزاهم يعرفوا شخصيتي، لا. لا لا خالص. جاهزة. ياسمين الأخضر بنت جميلة كده وقطقوطة. غلبانة، ما بتعملش أي حاجة. عندي 33 سنة. ولا مش بيفرق معايا خالص حتة انه لو حد هتزوجه انا اكبر منه. بس هو يمكن بيفرق اكبر منه بقد ايه، اصغر مني بقد ايه. واهم حاجة عندي سواء هو اكبر مني او قدي او اصغر مني، الفكرة كلها في العقل. الفكرة كلها في التفاهم. الفكرة كلها في انه يبقى شخص مناسب ليا وانا مناسبة ليه، عشان ما نتخبطش في حيطة. يعني محكمة الأسرة مش محتاجة حد زيادة خالص يعني. انا خريجة اساسا دبلوم تجارة. بعدين خلصت بكالوريوس دراسات اسلاميه من المعهد العالي للدراسات الاسلاميه والعربيه بتقدير عام جيد جدا. وبعد كده درست بكالوريوس اعلام جامعه القاهره بتقدير عام جيد. وواخده اكتر من 40 كورس في التنميه البشريه واداره اعمال وموارد بشريه وارشاد اسري وكمان الرياضه. لان حاليا انا مهتمه بالرياضه بما اني بتمرن يعني. والله هو حتة النقلة من دبلوم تجارة لدراسات إسلامية الإعلام دي قصة طويلة، ولكن اختصارها إن أنا أساسا كنت عايزة أكون، بعد ما دخلت معهد الدراسات الإسلامية والعربية كنت عايزة أكون دكتورة في مقارنة الأديان. إن أنا أقارن بين الدين المسيحي والإسلامي. فأنا مش خريجة أزهر يعني، هو معهد خاص يعني اللي أنا خدته 4 سنين، ولكن معهد خاص وهو الأزهر لم يعترف به للأسف. فعملت المستحيل وحاولت كتير لمدة سنة أو أكتر قبل ما أدخل إعلام. وكنت داخلة الإعلام على أساس بقى لما يكون معايا شهادة عالية، لأن دي شهادة عالية معتمدة. فكان في دماغي ان انا هقدر ان انا اوصل للهدف بتاعي دوت، لان ده كان حلمي وهدفي من صغري. لقيت الدنيا مفيش يعني، مش من صغري قوي برضو لان انا في قصه من صغري يعني. لكن هي الفكره كلها بالظبط من ساعه ما دخلت دراسات اسلاميه ومن ساعه ما لبست النقاب والحجاب. يعني حبيت المجال بتاع المناظرات واحمد ديدات وذاكر نايك والناس دي في حته الرد على يعني الشبهات اللي بتكون حول الاسلام. فده اللي خلاني ابقى عايزه اوصل لده. بس في الاخر يعني قدر الله مشيت خط تاني خالص، دخلت تنميه بشريه ودرستها ورحت بقى طريق تاني. اساسا من صغري كنت عايزه اطلع ايه؟ لا انا اساسا من صغري يعني كنت وانا عندي 7 سنين كنت بحب العزف قوي. وكان عندي بعد كده اورج كان بابا جايبهولي في البيت عشان انمي موهبتي دي اكتر. والموسيقى حاجه بتجري في دمي جدا من صغري، فكنت بحبها جدا. فالفكره كلها اللي انا كنت عايزه ادخل اساسا معهد الموسيقى العربيه ب... وكنت بعديها كنت عايزه ادخل كليه اداب قسم صحافه. طبعا وربنا كرمني ان انا دخلت الاعلام كله يعني جامعه القاهره يعني بكالوريوس اعلام، فدي حاجه اوسع واكبر من ان انا طبعا كنت اخد قسم معين في كليه اداب. لكن الفكره كلها اللي انا يعني هو الهدايه من عند ربنا. فجاه لقيت نفسي من وانا عندي 15 سنه اتجهت طريق تاني خالص بقى. بعدت تماما بقى عن حته العزف والموهبه ديت يعني. انا مش حابه اتكلم في حلال وحرام في الموسيقى والاغاني والحاجات دي كلها خالص، لكن حابه ان انا اقول ان انا يعني ربنا هداني لطريق وانا حبيت امشي فيه. وفي الاول وفي الاخر ما فيش حد ما بيغلطش وما بيعصيش يعني. حتى انا شخصيا كياسمين اقدر انا لغايه الان بغلط وبعصي سواء ظاهري او غير ظاهري يعني. فعشان كده انا دايما حتى بقعد اقول للناس كتير جدا ما تاخدوش حد قدوه، ولا انا ولا غيري. خدوا الحلو وسيبوا الوحش عشان ما تتعبوش في حياتكم، وفي نفس الوقت ما تتصدموش او تحسوا ان انتوا بتتصدموا. لانه البني ادم احنا بنحاول نلتزم، احنا بنجاهد نفسنا، احنا بنجتهد يعني. لان مفيش حد خالي من المعاصي والذنوب لغايه لما يموت، وكل واحد فينا اكيد فيه ان شاء الله الخير يعني. انا برج السرطان. لا أؤمن بالأبراج مطلقا من ناحية الإيمان الاعتقادي، لأنه أصلا لا تقبل صلاتنا 40 يوم لو إحنا بنقرأ في حظك اليوم والجو ده. وإحنا مش ناقصين، إحنا مقصرين خلقة في الحياة مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادات يعني. ولا أؤمن بالأبراج نفسها لأن الإيمان بها كفر. يعني اللي بيآمن بالأشياء دي كفر. ولكن أنا يعني شايفة إن صفات الشخصية في الأبراج دي اللي ما فيهاش مشكلة خالص، الصفات. لكن غير كده لأ بالنسبة لي يعني. ليه ما كانش حجاب بس واخترت النقاب؟ هو انا لبست النقاب والحجاب في يوم واحد. كان عندي 15 سنه وكنت في تانية ثانوي وقتها، واول يوم دراسه.
واصلا انا اهلي ناس عاديين خالص، يعني انا اساسا اهلي ما كانوش موافقين خالص خالص على النقاب نهائي وعلى برضو الحجاب وقتها. بس ماما يعني بابا ما فيش مشكله بعد كده، ما عدا ماما شويه الله يرحمها. ماما كانت بتقول لي يا بنتي طب البسي الحجاب، بس هي كانت خايفه ان انا اقلع اصلا الحجاب. آه، فانا ما رضيتش. انا من تانية ثانوي تحديدا، انا اولى ثانوي لبست الطرحه، وبعد كده تانية ثانوي لقيت نفسي عايزه اتنقب واتحجب. فهو الهدايه سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى. الفكرة كلها اللي أنا حبيته، ويعني بغض النظر عن الاعتقاد الديني ليا، أنا عن نفسي كياسمين الأقدر ما بعترفش إن النقاب فرض. هو النقاب سنة عن زوجات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات آل البيت، وزوجات الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن لو انا جيت مثلا انا قلعته دلوقتي او اي بنت قلعته، هي لم تأسم عليه، لانه اللي هتأسم عليه وتذنب فيه هو الحجاب، لانه فرض ذكر في القرآن سورة الاحزاب والنور. فهو ربنا في الاول وفي الاخر يعني الهادي، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى كده ان هو بس ايه ثبتني، لانه انا مش خالية زي ما قلت من اي يعني معاصي او خطأ يعني، والحمد لله ربنا يثبتنا يا رب ويهدي جميعا. لا انا مش بقتنع بان حد يقول لي او يقول لاي بنت عموما خلقها ربنا لا تقلعي النقاب، لا تلبسيه صح لا تقلعيه، لا تقلعي الحجاب لا تلبسيه صح لا تقلعيه. طيب انا ممكن اقول لك برضو، اقول لك لا تلتزمي بالاسلام، لا اما اطلعي بره المله. ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده خالص، لان احنا كلنا بنجاهد نفسنا، لان مفيش حد عايز طريق التزام ظاهري او غير ظاهري، رجل او امرأة بيبقى عايز يتراجع، بس احنا طبيعي في الطريق ممكن نقع. بس مش معنى ان احنا وقعنا يبقى احنا مش هنقوم، مش معنى ان احنا وقعنا ولسه في حاجات ربنا لسه مش هدينا اليها وربنا هدينا لحاجات تانية، او مثلا حصل فتور في جزء معين مثلا واحنا ماشيين في الطريق، يبقى احنا كده وحشين، او بنغلط فاحنا كده وحشين، او بنعصي فاحنا كده وحشين ومش كويسين وعايزين ضرب النار وكذا خالص نهائي. او معنى كده ان انا عشان بعمل حاجه خطأ يبقى انا خلاص بروح اقلعه. الفكره امتى ممكن اقول حاجه زي كده او ابقى ضدها؟ لو في فسق وفجور وزنا وحاجات بقى يعني فاحشه كبرى يعني. ولكن لو مفيش هذا الامر، لا مش من حقك ولا من حقك اصلا تقول لحد. المفروض انتوا بتعينوا اكتر على طاعه الله سبحانه وتعالى وتقولوا كلام طيب، لان الكلمه الطيبه صدقه، والكلمه بتؤثر على الناس. الكلمه ممكن تهدي وتكفر وممكن تبني وتدمر. فانا مش بقتنع بالكلام ده ولم اعتبره موجود اصلا في حياتي. وفكرت ان انا اقلع النقاب على الاقل، لا هو انا فكرت اقلع النقاب والحجاب. اه انا صريحه جدا، وقلت قبل كده على السوشيال ميديا عندي فيديوهاتي يعني لانه في صراع داخلي بيتواجد في الواحد، واحنا طول الوقت في فتن وفي صراعات داخليه وحاجات جدا، سواء عند البنت او الرجل يعني احنا الاثنين. لكن في الاول في الاخر بنرجع نقول يا رب ثبتني، يا رب يهديني للاحسن. لا يعني انا عندي اكيد اخطاء ومقصره في حق الله ومش عارف ايه، وكل واحد عارف ذاته مع الله سبحانه وتعالى، وعارف هو بيخطأ فيه وما يخطأش في ايه، سواء ظاهر منه او غير. ولكن الثبات اساسا، عايزه اقول للناس كلها الثبات ده يعني اهم شيء واصعب شيء، ومش سهل على بني ادم زي ما ناس فاكره اللي هو يلا يعني النهارده التزمنا او لبسنا كذا يبقى خلاص. لا خالص نهائي بجد يعني. فربنا بس يعني يثبتنا. وعايزه اقول كل واحد يعني سيبونا في حالنا. انا بيفرق معايا كلام الناس المحترمه، الناس اللي هي لما بتقول نقدها بتقول النقد باحترام وحب وبيبان في التعليق. لكن الناس الغير محترمه وغير سويه ومريضه وعندها هوس بس وعايزه تجرح او تؤذي اللي قدامها، لا اعمل اعتبار لده خالص. انا على السوشيال بقالي 12 سنه او اكتر من 12 سنه كمان. انا من وانا عندي 20 سنه يعني بقالي دلوقتي تقريبا ماشي 13 سنه مثلا. يعني نقول 13 سنه. بقدم محتويات مختلفة، يعني ما عنديش محتوى معين، انا حد بحب الاختلاف دايما. فبقدم مثلا حاجات تنمية بشرية، ساعات ادخل حاجات دينية، ساعات اتكلم في حاجات لايت، اتكلم في مشاكل اسرية اجتماعية، بس كلها بتنصب فيما انا درسته في خبرتي يعني. وبتجيلي مشاكل كتير جدا جدا، سواء اسرية زوجية سواء حياتية، فده اداني طبعا خبرة كتير يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده في ناس لما باجي احل مشاكل كتير زوجيه واتكلم في امور حتى في فيديوهات يعتقدوا ان انا كنت متزوجه او يعني عندي خبره زوجيه خالص نهائي. الواحد دارس في حاجه اسمها ارشاد اسري وتربيه
تربوي، فاحنا بندرس العلاقات الزوجيه وبندرس الامور ازاي تكون، والتربيه بتاعت الاولاد والاطفال. وده مهم لاي بنوته لسه ما اتجوزتش ان هي تدرس الكلام ده وتعرفه من قبل عشان يبقى عندها خبره اكتر وثقافه كمان. مهم للرجل مش البنت بس ان هو يدرس ارشاد اسري ويدرس كمان تربوي، عشان يعني كتير من للاسف الشباب والبنات من قله المعرفه والثقافه والخبره بيتخبطوا في حيطه في الزواج وعدم معرفتهم للحياه ازاي ومعرفه الرجل والانثى بسبب كده. يعني فده مش شيء مهم جدا ان يكون البني ادم عنده ثقافه عامه وثقافه خاصه في حاجات كتير جدا. اكتر حد مهم في حياتي امي الله يرحمها، ومن بعديها اكيد الوالد واختي. يعني اكتر حاجه ما اقدرش استغنى عنها قططي. ما اقدرش خالص. I love you، يعني دول حياتي، بحبهم قوي وما اقدرش استغنى عنهم. وقلبي بيتوجع قوي دلوقتي من ساعه ما ربيت وجربت اربي، لان اللي بيربي غير اللي مش بيربي. بجد ما بقدرش اتحمل بجد اي قطط في الشارع، وخصوصا بقى لو انا عارفه ان هم كمان قطط بيت، عشان قطط البيت غير قطط الشارع. موهبتي حاليا، انا موهبتي الانشاد، بحب الانشاد جدا. بحب ساعات ادندن كده شويه. من مواهبي برضو فويس اوفر، اللي هو تغيير الاصوات. يعني انا عندي القدره في صوتي هنا في الحنجره بتاعتي ان انا اقدر اغير اصوات. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر التمام. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر التمام. بافتقاري وانكساري ارتجي نيل المرام. بافتقاري وانكساري ارتجي نيل المرام. الله الله يا عزولي لا تلومني، ما على العاشق ملام. يا عزولي لا تلومني، ما على العاشق ملام. ادن مني واروى عني، دان في العشق إمام. ادن مني واروى عني أنا في العشق إمام. الله. يعني ما كفايه الانشاد هيبقى فويس اوفر. طيب هو فويس اوفر حاجات كتير قوي، فممكن اقول منها مثلا زي ايه؟ اعلان مثلا، حاجات بتاعت فودافون. او لما تيجي تتصل بحد يقول لك ايه؟ ان الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا، حاول الاتصال في وقت لاحق. عفوا، لقد نفذ رصيدكم، برجاء اعادة الشحن. لو عايز الكولتون ده اضغط نجمة، لو عايز كولتون حمائي اضغط 1، وللكولتون الديني اضغط 2. بس. كيف حالك يا صديقي؟ علمت أنك لست بخير. نعم، أنا لست بخير، بل غاضب جدا. لماذا؟ أصدقائي ضحكوا علي وأخذوا مني بعض الحلوى، وأنا أحبها كثيرا، وهذه حقي، وأنا لا نتنازل عن حقي مطلقا. عليك أن تهدأ، لن تنحل تلك الأمور بهذه الطريقة. سارة، أنت المسؤولة عن تلك المشكلة. سارة، أنت المسؤولة عن هذه المشكلة. أنا لم أفعل شيء، أنا قد رأيتهم فقط، لكن لم تؤتي لتخبريني هذا الأمر. يعني حاجات زي كده، بس هو مش كلها عموما لغة عربية يعني، بس أنا بحب اللغة العربية حتى لو بتقع مني شوية تكات، بس أنا بحبها قوي. هنتخيل إن حد بيخبط على الباب، أوكي؟ ايوه اللي على الباب، انا جاي اهو. هو انا مركب في رجل عجل يعني؟ ما تصبر شويه. ايوه. مين؟ صفيه؟
اتفضلي يا بنتي اتفضلي. ايه يا عم حسين، بقالي ساعة يا اخويا واقفة على الباب، كل ده عشان تفتح؟ معلش يا بنتي، الصحة راحت خلاص. هعمل ايه بس؟ لا يا عم حسين ما تقولش كده، ربنا يبارك في عمرك يا اخويا. يعني حاجات كده يعني. اصعب موقف مريت بيه هو الموقف صعبة كتير طبعا، بس اصعب موقف لما امي ماتت. يعني كل المواقف الصعبة في كفة، واللي هتحصل لي بعد كده في كفة، وموت امي ده كفة تانية خالص. لا، اللي فرق بعد موت امي حاجات كتير قوي قوي خالص، وحاجات كتير في شخصيتي اتغيرت. قلبي جمد عن الاول بكتير. آه ناس كتير ظهرت حقيقية بوشها الحقيقي، من اقرب الناس ليا بعد وفاة امي. فبيظهر لك بقى مين كان بيحبك بجد ومين لأ، كمان في الحياة مين هيقف جنبك بجد ومين لأ، مين هيستحملك ويكمل ولا مين كان بيقولك كده. انا كمان امي كانت صاحبتي جدا، وكنت دايما الحمد لله تحت رجليها، وربنا يعني يا رب يجعلها من اهل الجنة لان هي تعبت كتير، وكان عندها ورم في المخ اصلا، حاجة كتير يعني. فالحمد لله ان الواحد كان يعني ابنة بره بيها وليها، وهي كانت بتعشقني وانا كنت بحبها جدا، وانا واخده منها كتير قوي وشبهها وطالعه زيها في حاجات كتير جدا. يعني اكتر حاجه آه، مش عايزه اقلبها دراما والله، يعني مش عارفه اقول لكم يعني اقول ايه. بص، هو مفيش بعد الام، واللي من غير ام حاله ضغط، ومهما ابين ان انا تمام والحياه ايه بقى وتمرين ودنيا، هفضل تعبانه جوايا. هي ميته بقالها 3 سنين، بس هي كانها لسه امبارح والنهارده. والحمد لله، الحمد لله. مش عايزه اتكلم بجد، خلاص كفايه كده. انا بدات اتمرن من 2017 شهر 11 تحديدا، ورحت اتمرن في الجيم واتمرن بوكس، يعني انا بدات الاتنين مع بعض. وكنت رايحه طبعا بهدف التخسيس، وانا طول عمري بحب الالعاب القتاليه وكان نفسي، بس كنت بقول ازاي بالوزن والحجم الفظيع. يعني الناس اللي متابعيني كويس على السوشيال ميديا عارفه انا كان حجمي 130 كيلو، وهيشوفوا الصوره هيتفاجئوا والناس اللي ما شافتهاش هيتفاجئوا، ففي ناس كتير متابعيني فعارفه. فكان صعب جدا، يعني تحس ان انت لما تشوفها ام سيد ومعاها كذا عيل يعني. دلوقتي الوضع طبعا مختلف، والواحد الحمد لله عمل انجاز كبير، والواحد تعب قوي ومن غير عمليات ومن غير اي حاجه، انك تعمل رياضه ودايت وتقاوم نفسك وتقع وتقوم، ولغايه دلوقتي الواحد بيقع ويقوم بس بيحاول. فما كانش سهل خالص. فالفكره كلها اللي انا قلت لنفسي لا، يعني انا بنوته ولسه ما اتجوزتش، وحتى لو اتجوزت ولا متجوزه ليه اعمل في نفسي كده؟ يعني بنت بنت والانثى انثى برضه، وست ست، يعني لازم برضه الواحد يهتم بنفسه عشان كمان الصحه وما يحصلش امراض. فده بصراحه اللي خلاني لا، انا هو انا بعمل في نفسي كده ليه؟ لا، لازم واقفه ستوب. فكان البدايه كانت من عندي. عايزه اقول انا واحده من الناس اصلا ما كنتش بحب الرياضه خالص اساسا، يعني كنت دايما اروح الجيم وارجع تاني وما كنتش بواظب نهائي. بس لما خدت القرار وعرفت قيمه نفسي، حبيت نفسي، تقبلت ذاتي لان ده مهم جدا، لا بدات. فانا بقالي دلوقتي حوالي 5 6 سنين او 6 سنين يعتبر انا بتمرن، وبقالي منهم سنه و3 شهور كده بقيت الحمد لله بمرن نفسي واعتمدت على ذاتي، وبقيت بطور من نفسي جدا، وبقرا كتير في الرياضه، بستمع كتير، صححت اخطاء كتير جدا. عملت برضو انجاز لذاتي، ولسه بكمل تخسيس، ولسه ما وصلتش لسه يعني للهدف لاني لسه بكمل. ودرست كمان كورسات في الرياضه، ولسه بكمل برضو دراسه في الكورسات لان دي مهم جدا. انا نفسي هدفي ان انا اكون كيرفي، ده الشكل اللي انا بتمناه، ويعتبر شبه وبدات اوصل له الحمد لله، ولسه بكمل. ممكن في يوم من الايام تشوفوني ان انا اكون كوتش لحد وكده، وفي ناس كتير بتعتقد على فكره ان انا كوتش اصلا، يعني بدرب ناس وكده، بس انا لسه يعني، بس ربنا يسهل ان شاء الله. انا بدرب نفسي حاليا. ليه الالعاب القتاليه والعنف؟ لانها مهمه جدا للبنات والستات في زماننا والوقت الحالي، ومهم جدا ان علشان في بنات كتير عندها خجل اساسا،
وعندها عدم ثقه بالنفس ومش اجتماعيه، فالبوكس او الكيك بوكس او الام ام اي كونغ فو اي لعبه قتاليه بتقدر تدي للبنت جدا ده، والبنت محتاجاه في المجتمع اللي احنا فيه، خصوصا ان فيه سلبيه كتير وتحرش اغتصاب خطف. فهي بعد ما تحاول تطلع حاجه يعني صباح الفل مش هتلحق خالص، وده انا قلته كتير. زائد ان هو طبعا البوكس او الكيك بوكس او اي لعبه عموما فتنس عادي، بالعكس دي تاني حاجه اساسا بعد السباحه في الحرق. يعني انت عايز تزود نسبه الحرق عندك وعايز او عايزه تخس جدا وعايزه يبقى السباحه اول حاجه، والاساسا بعديها الالعاب القتاليه وبعد كده الجيم والى اخره بقى من الالعاب. فده من الحاجات المهمه جدا جدا. بس للاسف احنا عندنا فكر خاطئ ان البنت طالما اتمرنت مثلا حديد هيطلع لها عضلات، البنت لو اتمرنت كيك بوكس هتتحول زي الولد كذلك برضو، او خلاص بقى تبقى زي الراجل. نهائي البنات اللي بيحصل الحديد اللي زي الراجل ده بتبقى لعبه في الهرمونات عندها في الانوثه، مزوده هرمونات الذكوره على هرمونات الانوثه، فواخده حاجه واحنا مش طالب مننا نكون كده. غير كده مستحيل يطلع لها عضلات زي الراجل. اما بالنسبه للالعاب القتاليه هي مستحيل تتحول الا لان من غير حاجه في بنات بتبقى متحوله خلقه بسبب يعني التعامل مثلا العنف الاسري، مشاكل اسريه، خذلان من حد بنحبه، بعض الامور النفسيه وهكذا. يعني فهم بيبقى مش كله محتاج ان هو يتعلم ده او يدخل في تدريب العاب قتاليه عشان يتحول او تتحول يعني تكون راجل خالص. انا من الناس اخترت ده علشان انا بحب ده من زمان، وعشان اعرف احافظ يعني على نفسي وانا في الشارع، واعرف ان انا ادافع عن نفسي. بس انا هدفي الفتره الجايه ان شاء الله هيكون الكيك بوكس والام ام اي بعد كده، وربنا يسهل بقى يعني حاجات تانية ممكن. اكتر شيء مش بحبه في اللي قدامي وعموما الكذب. انا موت يسمي ان حد يكذب عليا، ما بحبش كذب. كذب يعني انت كده خاين وعند كده لا تؤمن وانت كذلك. انا في الحقيقه ماليش اصحاب اصلا خالص، اصحابي مجرد ناس سطحيه، لان انا من النوع اللي انا صاحبه قوي، فلو ما لقيتش ده مش هتصاحب. لا انا عندي العقل والعاطفه لازم يكون في اتزان، بس هو طبعا البنت معروفه ان هي عاطفتها جياشه، فالموضوع بيبقى متغلب شويه على الواحد لما بيجي طبعا يحب يعني. بس هو الصح ان احنا دايما نحاول ونجتهد ان احنا نتزن ونوزن بين العقل والعاطفه والقلب. مين اكتر حد دعمني او كان بيدعمني؟ والدتي الله يرحمها. لو هعتبر نفسي قدام مراية اقول لنفسي ايه؟ يعني اقول لنفسي برافو على كل الصبر والاحتمال اللي انا اتحملته في حياتي، والتحمل يعني، وعلى كل التعب والمشقة اللي اكيد هو مش ظاهر لكل الناس. يعني احنا بنظهر بعض الامور، الواحد بيظهر بعض الحاجات اللي عايز يظهرها، لان صعب ان احنا نصدر طاقة سلبية، وانا مش حد سلبي، انا شخص ايجابي جدا. فدايما بدي نفسي دعم، وبدي لنفسي طاقة ايجابية، وبحب ادي للاخرين. فاللي ورا الكواليس محدش يعرف.